السؤال الثاني شيخي، هي. بالنسبة للمرأة المرضعة إذا كان عليها صوم، يعني مثلا رمضان الفائت وقبله أيام من رمضان الذي قبله، متى يجب عليها الصوم إذا كانت مرضع، يعني قبل أن يأتي رمضان المقبل؟ ليس هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله عز وجل في تعيين الوقت الذي تقضي فيه، إنما إن تيسر لها بادرت بالقضاء. نعم. خلاص. وإن إلا أن بعض الفقهاء أو جمهور الفقهاء يقولون تقضي قبل دخول رمضان الآخر الجديد، وهذا الأفضل، لكن كدليل ملزم أنها تقضي قبل رمضان الجديد لا أعلم له مستندا. أما المنقول عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان، كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان. زاد يحيى بن سعيد القطان أحد الرواة للشغل برسول الله، فهذا ليس فيه إيجاب، إنما هذا اختيار أمنا رضي الله عنها عائشة، لا تحب أن يتراكم عليها صيام بعد صيام، فالأفضل قبل رمضان الجديد. لكن هل هذا إلزام؟ ليس بإلزام، وفقك الله. شيخي طيب لو حل عليها رمضان القادم وهي ليس عليها شيء. نعم. طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وإياكم.